تعالوا النهارده نتكلم عن الطريقه الجديده للسوشيال ميديا في 2025 ونطلع هنا بخطوات عمليه تطبقها لو انت شغال في الماركتينج، شغال بقى عندك مشروعك الخاص، شغال في اي حاجه تخص المبيعات، انت عايز تزود المبيعات عندك او تخلي الناس تعرف الشركه بتاعتك. الفيديو ده هيفيدك جدا والله العظيم، عشان انا متضايق جدا وبشوف فيديوهات ناس بتتكلم عن السوشيال ميديا كاننا لسه في 2018. انا عارف ان الوقت مش بعيد، بس يعني كارثه يا جماعه بجد والله. من غير كلام كتير تعال نخش في الموضوع. اول حاجه كده فتح كلام على طول، انت لازم تكون عارف كل حاجه عن الزبون بتاعك او العميل بتاعك، الكاستمر بتاعك. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده في فيديو هسيبه لك هنا وهنا تروح تتفرج عليه. بس اول خطوه دايما والله عامه انت تعرف انت بتبيع لمين. ما تقوليش انا على المنتج بتاعي ببيعه لكل الناس. يعني كان لسه في حد بيكلمني على الانستجرام بيقول لي، كان هو بيتعلم كوبي رايتنج، يعني بقول له طب انت عايز تتخصص في انهي مجال بحيث انت تشتغل فيه؟ فقال لي انا ممكن اشتغل في اي مجال عادي. ما هو ده غلط يا جماعه. لو انت عايز تشتغل في اي مجال عادي، عايز تتخصص في كل المجالات وكل الكلام ده، ما ينفعش. لازم تكون متخصص في حاجه عشان تعرف تخاطب الناس بتاعت الحاجه دي. يعني انت ما ينفعش تكون مثلا بتبيع المكملات الغذائيه دي بتبيع لكل الناس، لا. انت تكون عارف الافاتار بتاعك، الكاستمر افاتار بتاعك، اللي هو العميل بتاعك شكله عامل ازاي، سنه من كام لكام، راجل ولا ست. مش عايز اخش في الموضوع ده اكتر، ممكن تروح تتفرج على الفيديو ده، يعني هيكون شرح الموضوع ده اكتر. بس لازم تobsess كده عن الكاستمر بتاعك، يعني تحبه اكتر من اخوك، اكتر من نفسك، وتكون عارف عنه كل حاجه. عشان صدقني انت لو عارف عن الزبون بتاعك كل الحاجات دي هتعرف تكلمه ازاي. تاني حاجه محتاجين نعملها ان احنا نعرف اهدافنا من خلال السوشيال ميديا. خلي بالكم يا جماعه، السوشيال ميديا دي جزء صغير من الديجيتال ماركتنج، والديجيتال ماركتنج جزء من الماركتنج ككل. فاحنا دلوقتي في السوشيال ميديا ما ينفعش الناس لحد دلوقتي كل شغلتهم الشاغله على السوشيال ميديا ان هم يقعدوا يقول لهم يا جماعه عندنا خصم مش عارف 40%، عندنا خصم 80% بمناسبه الجمعه البيضاء، عندنا مش عارف ايه، روح اشتري دلوقتي اشتري دلوقتي اشتري دلوقتي. يا جماعه بجد انا ما اعرفش، انا بحس ان احنا لا، احنا في زمان بقى، احنا في 2018 بقى نرجع. كانت الناس بتشتري ازاي ونعمله. لا دلوقتي الطريقه اتغيرت جدا. دلوقتي الناس بقى عندها وعي، اللي هم العملاء بتاعك او الزباين عندهم وعي كافي، عارفين مين اللي بيحاول يزقهم على البيعه دي ومين اللي هو لا مش همه ان هو الناس تشتري منه واي حاجه من الكلام ده كله. هديك مثال. انت دلوقتي يا عم في الشركات اللي هم بيكلمونا في التليفون، هم يقعدوا لك في بيت ابن لذينه قدام نيفيديا ولا انفيديا لازم تشتريه دلوقتي ومش عارف ايه بتاع. مش همه مصلحتي انا. الناس بتكلمني بتقعد تقول لي في بيوت ومش عارف ايه، وفي ناس مش همها مصلحتي. الناس عايزه تخلص البيعه عشان ياخدوا التارجت بتاعهم ويمشوا. فانت لو مندوب مبيعات سيلز شغال في عقارات، لا كلم الكاستمر قول له انت محتاج على ايه، باصص لفين، عايز تعملوا انفستمنت ل 10 سنين او اكتر ولا لا، عايز تكون سكن فيه يبقى تسكن فيه، ولا عايز تاخده تاجره، ولا عايز مش عارف تعمل ايه. افهم منه هو عايز يعمل ايه، بحيث ان انت تقول له اه لا بناء على الحاجات اللي حضرتك قلتها لي دي فانا ارشح لك جدا الوحده دي. او هي الصراحه ما عندناش بس ممكن تلاقيها في شركه ثانيه. يا لهوي هتجيب موت دي لو انت رحت قلت للراجل لا هي اللي انت عايزه مش عندنا بس ممكن تلاقيه هناك. انا هحبك جدا، وفعلا انت خايف على مصلحتي، اللي هو انت ما زقتنيش على المنتج بتاعك وخلاص. فانت لو عندك الحاجه دي اديها للزبون. نرجع لكلامنا في الحته بتاعت ان انت طول الوقت بتنزل خصم، وطول الوقت بتنزل اشتري الان اشتري الان. طب ما هو انت كده علاقتنا انا وانت، انا والشركه دي مش هتكون احسن حاجه، عشان انا عارف ان انت عايز تاخد فلوس من جيبي وتديني المنتج ومفيش بقى افتر سيل ولا اي حاجه، مش مهتم بيا. لكن الناحيه الثانيه لو انت مثلا دلوقتي الحاجه الكويسه اللي تقدر تشوفها، هديك مثال حلو قوي الحته دي. دايت اند شيت، سام سموي، محمود الدره، الناس بتاعت اللي هم الفتنس انفلونسرز اللي هم بيعملوا برامج مخصصه غذائيه وتدريب والكلام ده كله. الناس دي لو فضلت على السوشيال ميديا يعملوا بينزلوا على الفيسبوك والكلام ده كله، اللي هو احنا عاملين عرض على الباقه، احنا مش عارف ايه، احنا ما حدش هيشتري منهم. ليه؟ عشان ما حدش سمع لهم قبل كده هم بيتكلموا بيقولوا ايه في الفيديوهات بتاعتهم على اليوتيوب. فهتخش مثلا عند سام سموي او دايتن شيت او محمود الدره او انفورما، مش عايز انسى حد، بس الناس دي كلها هتلاقيهم في الفيديوهات بتاعتهم بيدوك فعلا تمارين كويسه، بيقول لك تاكل ازاي، عايز تخس هتعمل ايه، بيدوك نصايح مهمه بحيث ان انت بنيت انت وهم علاقه
سوا. فساعتها انا كمعتز اول ما اكون عايز اروح اشتري باقه عشان اخس، يعني يا رب، ساعتها هروح افكر في الناس دي واقعد اشوف بقى مين احسن واحد فيهم واروح اشتري البرنامج بتاعه اللي هو 3 شهور وليكن بقى يحول لي يبقى عامل ازاي. لكن عمري ما هروح اشتري من حد على الفيسبوك بيقعد ينزل صور وان هو في خصم دلوقتي واشتري الحق دلوقتي. كنت لسه في محل فكنت عايز اشتري حاجه، فبقول له بس انا يعني هفكر في الموضوع وممكن ارجع لك بكره ولا حاجه. فلقيته بيقول لي بس خلي بالك ده النهارده احنا عاملين عرض النهارده اخر يوم ليه. من كلامه، من اسمها ايه، من نظره صوته، لا مش عارف، من نبره صوته، عرفت ان هو بيكذب عليا. والله كنت هشتريها وما اشتريتهاش عشان بس قال لي الجمله دي. حسيت ان هو عايز اللي هو يخليني انجز وخلاص. لا انا مش عايز حد يخليني انجز وخلاص، مش عايز اطول في الموضوع ده. بس اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه السوشيال ميديا بالنسبه لك ما تكونش حته ثانيه واحده ما تكونش ان انت عايز تبيع وخلاص. لا، اعرف في الناس واعمل علاقات معاهم وفيد الناس. قسمها كالاتي: 40% اويرنس، 40% اد فاليو، وال20% التانيين سيلز. اللي هو ايه، ما بين كل 10 بوستات 4 بوستات مثلا، او هنتكلم في حته بوستات دي قدام، بس 4 انواع منهم يكونوا عن التوعيه للبراند بتاعك وانت مين. تاني حاجه الاربعه التانيه بتاد فاليو، تقول لهم اللي هو اعملوا 1 2 3، دي نصيحه النهارده، مش عارف ايه، فيديوهات ايه، حاجات تعليميه بحته. ما بتتكلمش معاهم في حته اللي هو ايه، الحق دلوقتي اشتري. الاثنين التانيين، الاخر نوعين، اخر بوستين ينزلوا في الاسبوع، يلا يا باشا احنا عندنا عرض ابن لذينه جامد قوي، او الحق اشتري دلوقتي، او ايا كان من الكلام ده كله. لكن ما تكونش كل محور حياتك ان الناس لازم تشتري. الناس مش لازم تشتري منك، والله الناس مش لازم تشتري، والله انت عامل عرض، ده مش عرض عشان ما نضحكش على بعض يعني، عشان بس كده. فلازم تفوق ان الحوار ده ان الناس فاهمه كل الكلام ده. نيجي بقى لحته البوستات اللي هو برضو لسه في 2009، احنا بقى في 2009 تخش يا باشا على كانفا، على الفوتوشوب، تحط. كنت انا عامل براند قبل كده، كنت بعمل ايه كنت بجيب صوره المنتج مصوره، وبعد كده بشيل الخلفيه بتاعته واروح احطه بقى ايه، على بحر، على مش عارف جبل، على ايه. الكلام ده خلاص مات، كان مات. وكان زمان بقى كان بيجيب اللي هي حوار اصلا الصور، وكمان الصور اللي هي ايه، متعدله، والصور اللي هي باينه ان هي متركبه وكل الكلام ده، وكل عام وانتم بخير والكلام ده كله، كل سنه وانت طيب وكل حاجه يا باشا. بس الناس دلوقتي مش هتعتمد فيديوهات. من كل 10 انواع المحتوى بتاعك ده هتنزل 7 فيديوهات واثنين اللي هي الصور اللي هي بتقعد تقلب على الانستجرام فيها دي، وواحده تانية صوره. شكرا. لكن لازم 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 تستخدم الفيديوهات، ويا ريت الفيديوهات بتاعتك ما تكونش ذكاء اصطناعي. الناس فهمت ايه هو الذكاء الاصطناعي، وفيديوهاتي لسه لحد الان لسه وحشه جدا. انا كنت بفكر اعمل فيديو عن ازاي تكسب فلوس من فيديوهات الذكاء الاصطناعي عن طريق انت تنزل محتوى على اليوتيوب تتارجت بيه امريكا والناس اللي بره. لو مهتم بالموضوع ده سيب لي في التعليقات ان هو حته الفيسلس يوتيوب شانل دي، يعني كنت عاملها في فيديو قبل كده بقول لك انت ممكن تكسب منهم يعني. فلو مهتم بالموضوع ده ممكن نعمل. بس ما تعملش فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بيتكلم عربي فصحى، عشان انت لو عرفت العميل بتاعك في اول خطوه هتعرف ان هو مش بيتكلم عربي فصحى. احنا مصريين عادي يا جماعه، او لو انتوا من المغرب او من السعوديه او من اي حته، كل بلد ليها لغتها. ما فيش حد بيتكلم لغه عربي فصحى. عربي فصحى مش بنتكلمها للاسف، فما ينفعش حد يطلع على الفيسبوك يكلمني نظرا لانه هذا المنتج رائع. ما حدش بيتكلم كده. انا كعميل لا، انا ممكن بقى لو انت بتارجت ناس فوق ال50 ماشي، لكن احنا كشباب بقى جين زي والكلام ده ما بنتكلمش كده. احنا بنحب نتكلم ازاي؟ بنحب نطلع فيديو او نتكلم على التيك توك، على الانستجرام، على الفيسبوك، على اليوتيوب شورتس، هتكسر الدنيا. لو انت كنت شفتني في التجاره الالكترونيه كنت عملت الفيديو اللي هو عملت تحدي في اسبوع كده تجاره الكترونيه، ممكن تروح تشوفه من هنا ومن هنا. ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا صورت 6 فيديوهات على ونزلتهم على التيك توك، فيديوهات قصيره 15 ثانيه، جالي بتاع 550 رساله الناس عايزه المنتج. ممكن تروح تشوف الفيديو، قصه القصه الملهمه دي من هنا. بس كل ده عن طريق الفيديوهات. ولا هنزل صوره، ولا اشتري الان، ولا العرض، ولا خالص. هو يا باشا فيديوهات عشان الناس بتشتري من الناس بتثق من الناس. الحاجه بقى الاخيره ان انت لو انت دلوقتي كبني ادم مش ما عندكش بيزنس ولا اي حاجه، اللي انصحك بيه جدا ان انت لازم تبدا تعمل انت كمان فيديوهات في المجال بتاعك عشان تبتدي تتعرف، عشان ما تجيش بعد سنه
في 2026 تقول يا ريتني كنت بدات من سنه. فانصحك جدا ايا كان المجال اللي انت بتحبه او اي حاجه، لازم تبتدي تعمل فيديوهات. مش لازم تطلع بصورتك، ممكن تطلع بصوتك بس عادي، بس تكون صور طبيعيه. مش لازم تستخدم صور الذكاء الاصطناعي اللي هي باينه قوي ان هي ذكاء اصطناعي فالناس بتلف بتشيل على طول، الا بقى لو هتعمل حاجه جامده قوي بقى من الحاجات دي كلها. ليه بقول كده؟ عشان الناس بتشتري من الناس. كان في لحد دلوقتي كان في شركه ساندر، كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، كان ليها علاقه بالاستثمار بالبورصه يعني. شركه ساندر حلاوتها ان هم من اول ما ابتدوا عملوا كان في مجتمع كوميونتي على الفيسبوك، حد عمله، واحد مستخدم لساندر عمله. المجتمع ده في بتاع 150,000 واحد دلوقتي على الفيسبوك، مجتمع الناس بتخش تشتم صندر وبتحب صندر مش عارف عندهم مشاكل بيحلوها، عندهم كل حاجه في المجتمع بتاعهم. فانا كواحد مستخدم جديد لصندر فهخش على الفيسبوك اشوف ايه صندر دي، فالاقي المجتمع ده، فالاقي اخش على المجتمع الاقي الناس زيي بيتكلموا بيقولوا ايه هي مميزات صندر، ايه هي عيوب صندر والكلام ده كله. فهشتري من ناس ممكن ما اثقش في صندر نفسهم، مش انا عارف ان صندر كده كده هيبيعوا لي المنتج بتاعهم، لكن هثق في الناس. فنصيحتي ليك هنا ان انت تبني كوميونتي ليك، زي ما انا مثلا عامل كوميونتي مش بنشتغل فيه دلوقتي خالص، مستني ما نجيب 1000 مشترك في الكوميونتي ده. ليه؟ خش على الجروب بتاع حلمك، ممكن اول ما نجيب 1000 مشترك والله ما هتخلصوا من المفاجآت صدقوني. المهم هسيبك اللينك تحت، اللينك بتاعه تحت. بس هتلاقي الكوميونتيز دلوقتي ايه ممكن تعملها على الفيسبوك. ممكن مثلا هتلاقي في المحتوى الاجنبي في حاجه اسمها سكول دي برضو كوميونتي مانجمنت سيستم كده، ممكن تعملها بفلوس ب $50 في الشهر. الناس تخش تشترك، بتديهم انت بقى كورسات وتطلع معاهم لايف سيشنز بتاع. وفي ناس بتعملها فري زي اسمه باتريون ولا بايترون حاجه كده. ده برضو موجود. انت بتدي لصانع المحتوى مثلا $10 في الشهر، هو بيعمل لك محتوى مخصص للموضوع. لازم تعمل كده سواء انت بيزنس او سواء انت شخص عادي، عشان الناس بتشتري من الناس. الموضوع ده كله بيتلخص في ايه؟ ان انت يكون عندك ثقة ما بينك وما بين العميل اللي انتوا بقيتوا علاقتكم علاقة صحاب، مش علاقة بياع ومشتري. انت لو العميل حس ان انت فعلا بتديله نصيحة مهمة وقلبك عليه وخايف على فلوسه ومش عايز يطلع فلوسه خلاص، مش عايز كأنك بتسرق فلوس من جيبه، ساعتها انت ملكت العميل ده لمده 50 سنه قدام. والعميل ده اما انت بتجيبه بيروح يجيب هو كمان صحابه وعيلته، فبيعمل لك وورد اوف ماوس اورجانيك ماركتنج ببلاش. وهي دي السوشيال ميديا في 2025 و26 و27 و28. ما اعرفش بعد كده ممكن الاي اي يعمل ايه، بس في الثلاث سنين الجايين دول انا متاكد ان السوشيال ميديا مش هتغير عن الموضوع ده. حته اللي انت تعمل كونتنت وتعرف الناس بتوعك عشان تدي لهم الكونتنت ده وتكلمهم بلغتهم وانت عارف هم ايه وتبني معاهم علاقه كويسه، فساعتها الناس تشتري. وما تزقش قوي البيعه بتاعتك، زق حته الاويرنس وحته الانجيجمنت عامه اللي هم يبقوا صحابك.